السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الفول السوداني. طبعا كلنا عارفين الفول السوداني وانه من احب المسليات الينا. طبعا كلنا كبار وصغيرين بنحب طعمه وكمان نكهته المميزة. وعشان كده انا النهاردة عملت تقرير بسيط جدا عن الفول السوداني وعن أهم فوايده وعن العناصر الغذائية اللي موجودة فيه. مش بس طعمه حلو، لأ كمان ليه فوائد كتيرة وفوائد عظيمة سبحان الله. وكمان بيحتوي على عناصر غذائية كتيرة جدا وكمان فيتامينات كتيرة جدا جدا مهمة لجسم الإنسان. بس طبعا في البداية وقبل ما أبدأ كلامي مع حضراتكم لازم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وينفك بها الكرب ويفتح لنا بها أبواب الرزق إن شاء الله، ويرفع بها عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. النهاردة أنا عملت تقرير بسيط جدا لحضراتكم وسريع في نفس الوقت عن الفول السوداني وعن أهميته ومميزاته وكمان عناصر الغذائية اللي موجودة فيه. وعايزين في البداية نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتكلم عن نبات الفول السوداني. في البداية لازم نعرف إن نبات الفول السوداني هو نبات من البقوليات، وإن بيتم تناوله على هيئة الفول السوداني اللي كلنا عارفينه واللي شكله قدام حضراتكم ده، عن طريق بقى إنه يكون لسه خام، يعني لسه متحمص أو محمص أو كمان مملح. وفي ناس بتحبه في الحلويات والمعجنات وكمان زبدة الفول السوداني. ومن أهم فوائد الفول السوداني أول حاجة إنه بيساعد الفول السوداني على زيادة كثافة العظام، مما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام وكمان تحسين صحة الذاكرة. وبيعمل الفول السوداني على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما يساعد الفول السوداني على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي. ومن أهم فوائده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم يحتوي نبات الفول السوداني على عناصر غذائية عديدة جدا وكثيرة بتتميز بقيمتها الكبيرة لجسم الإنسان، وعلى نسبة متوسطة من السعرات الحرارية وكمان نسبة متوسطة من المياه. كما يحتوي أيضا الفول السوداني على كربوهيدرات ودهون مشبعة وغير مشبعة، وكمان يحتوي على ألياف وبروتين، وكمان يحتوي على سكريات وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم وفسفور. وكمان يحتوي الفول السوداني على صوديوم والزنك وكمان نحاس، وبيحتوي على بعض الفيتامينات المفيدة جدا لجسم الإنسان زي فيتامين ب وفيتامين إي وفيتامين سي وكمان فيتامين اتش. كل هؤلاء العناصر والفيتامينات موجودة في نبات الفول السوداني سبحان الله. ومن أهم فوائده أيضا إنه بيساعد الفول السوداني على تقليل ومحاربة خطر الإصابة المعدية والقولون، وكمان محاربة الجذور الحرة المسببة للسرطان أعزكم الله. ومن أهم فوائد الفول السوداني أيضا إنه بيساهم في الوقاية من بعض الأمراض زي الوقاية من أمراض القلب والوقاية من أمراض الأعصاب والزهايمر، وكمان الوقاية من الالتهابات والوقاية من العدوى الفيروسية. ويعمل الفول السوداني على تقليل نسبة الكوليسترول السيء في الجسم وزيادة الكوليسترول الجيد لاحتوائه على أحماض أمينية. ويحتوي أيضا الفول السوداني على فيتامين إي اللي بيساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها وكمان الحفاظ على الجلد والأغشية المخاطية. ومن أهم فوائد الفول السوداني أيضا إنه بيساعد في منع وتقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية. وبيساعد أيضا الفول السوداني على انخفاض الوزن الزائد عند تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع، كما يجعل الجسم أقل عرضة لخطر السمنة.
وبيساعد الفول السوداني في التخلص من حصوات المرارة وأمراض المرارة. كما أن يساعد الفول السوداني المرأة الحامل في تقليل خطر الإصابة أثناء الولادة بطفل به عيوب خلقية، طبعا بنسبة كبيرة. سبحان الله، كل دي فوائد ومميزات وعناصر غذائية كلها موجودة في نبات الفول السوداني. ومن أهم فوائد الفول السوداني أيضا إنه بيساعد في محاربة الاكتئاب، وكمان بيساعد في طرد السموم الزائدة في الجسم. ويعمل الفول السوداني على تنظيم مستوى السكر في الدم، وكمان تنظيم التمثيل الغذائي. وبيعتبر الفول السوداني مقوي للخلايا العصبية في المخ، وبيعمل على حماية الجلد من الأشعة الفوق البنفسجية، وبيحمي الجلد أيضا من حروق الشمس. ومن أهم فوائد الفول السوداني أيضا إنه بيعمل كمهدئ للأعصاب والعضلات، وكمان الأوعية الدموية، وبيساهم في التدفق الجيد للدم في الجسم. سبحان الله، كل دي فوائد الفول السوداني. من أهم فوائد الفول السوداني أيضا إنه بيساعد على الشفاء من الكدمات والجروح بصورة أسرع، وكمان علاج الطفح الجلدي. وبيساعد على تحفيز نمو الشعر بطريقة صحية، والحفاظ على قوة البصيلات، وكمان صحة فروة الرأس. وليه فوائد تانية كتيرة جدا وعديدة، وبيدخل في بعض المركبات الكيميائية في أدوات التجميل. ليه حاجات كتيرة وعناصر كتيرة. علشان كده أنا عملت النهاردة تقرير تقرير سريع وبسيط، لكن ملم بأكبر قدر من فوائد الفول السوداني، ومن العناصر الغذائية اللي موجودة فيه، والفيتامينات كمان اللي موجودة في الفول السوداني. ده كان فيديو النهاردة. أتمنى فيديو النهاردة تكونوا استفدتوا منه، وإني أكون أفدتكم، وإني أكون ضيفة خفيفة عليكم. وبتمنى برضو لو أول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين في قناتي، فضلا وليس أمر، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد أنا بقدمه. ده كان فيديو النهاردة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وأتمنى إني أكون ضيفة خفيفة عليكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.